ها يلا يا ابطال تالتة ثانوي نحل بقى 100 جملة على الدايركت والاندايركت بكافة اشكاله، سواء استخدامات افعال او جملة خبرية استفهامية امرية، افعال يجي وراها مفعول وتو والمصدر، او افعال بيجي وراها الايه، او افعال بيجي وراها المفعول وتو او نوت تو زائد المصدر. احنا قلنا برضه نركز تاني، اما تكون جملة خبرية بحول فيها said to الى ايه؟ الى told. بحول said to الى ايه؟ الى told. ولو ما فيش شخص يبقى لا تحول الجملة. يلا نمبر 1 before Dalia left she told them she. بص كده هنا فعل القول ايه؟ told. هل هنا هحول ولا مش هحول؟ طبعا هحول، فهاخد الماضي. هي قالت لهم ايه في الاول؟ طيب visit them again، قالت لهم I want to visit you again. فيبقى لما اجي احولها الاندايركت هي كانت will not او want تحول الى ايه؟ الى wouldn't. القصه بتاعت الدايركت والاندايركت هي شغل ازمنه، يعني تحويلات ازمنه. ركزوا كده معايا. نمبر 2 لويس said that he speak Chinese fluently. أنا ما عنديش كلمة دالة على الزمن، فأمسك بقى في فعل القول said هنا ماضي، فباخد شكل الماضي. هو أكيد قال I can speak Chinese fluently، فإحنا لما نقول said يبقى كان هتحول إلى إيه؟ إلى كود. فكر بنفس الطريقة وأنت بتحل، الدنيا سهلة وبسيطة والجمل حلوة، وكمان ده مستوى حلو خالص ومتميز يا شباب. هنا كامي اوفرد، انا عاوز اقول دي ملهاش علاقه بالدايركت والاندايركت، لكن هي ليها علاقه باستخدام الفعل بيجي وراه مصدر، ولا تو المصدر، ولا اوبجكت وتو. طبعا اوفر من الافعال اللي بيجي وراها ايه؟ تو زائد المصدر، يبقى انا هاخد هنا ايه ولاد؟ تو. يبقى تو tidy my room for me. He told me that there 7 days in a week. طبعا دي فاكت، فطبعا زي ما قلنا الفاكت لا تتأثر بزمن فعل القول، يعني حتى لو هنا told هتاخد ايه؟ are. there are. Number 5 the customer said to the salesman I want to know how. تاني برضه أكرر نفس الكلام اللي قلته، الكلمة الاستفهامية داخل الجملة رابط، وكلمة رابط يعني يجي وراها subject وverb، وبعد كده لو زمن الجملة ماضي بحول اللي بعدها يكون فعل وفعل فيكون في الماضي. هنا want to know يعني present، وهنا دي جملة خبرية، يبقى عاوز this machine ايه؟ this machine works. how this machine ايه؟ works. ما اخدش does لانه how هنا مش بادئ بيها كسؤال. Number 6 my father asked me if، يلا بقى I to take an English exam. أكيد هو لما سأله قال له Are you going to take an English exam؟ تبقى هاخد if I إيه؟ I was going to take. جمل بسيطة، أي أسئلة ممكن تسألها تحت في التعليقات. يلا بقى نكمل. Number 7 I asked the ticket clerk what time. بصوا هنا بقى الجملة، هنا بقى سؤال، ووات هنا بادئ بيها الجملة، يعني الشكل استفهامي، فهبعت عن أي شكل خبري، يبقى what time does the film start. طبعا ما اعتقدش حد هيقول is the film started، لأنها مش هتنفع تركيبة باسف، الفيلم يبدأ مش يبدأ. Number 8 she agreed she wouldn't reveal. reveal ده معناته يعلن، ريفيل معناته ايه؟ معناته يعلن. انها ريفيل ذا سيكريت شي، السر الذي اخبرت به. تبقى تاخد ايه يا جماعه؟ had been told. the husband denied، برضه نرجع تاني نقول ده استخدامات افعال، لانه deny هنا من الافعال اللي بيجي وراها الفيرب في ING. واكتب بقى في ملاحظاتك كده deny ما يجيش وراه نفي، لانه هو اصلا فعل منفي. يبقى كلمة deny معناتها ينكر، فهقول deny killing. أصل لو قلت deny not killing يعني معناته قتل. Larry told me that he for Italy the following week. نرجع للكلام اللي قلناه، حول التنس ماركر اللي هي الكلمة الدالة على الزمن،
حولها فنحول معاها الزمن. بس نشوف لما كانت قبل التحويل أكيد كانت فيوتشر، لما حولها the following week هاخد المقابل للفيوتشر. أكيد لما هو told that يبقى أكيد هاخد إيه يا جماعة؟ was leaving. was إيه؟ was leaving. Number 11 he said that. شوف كده أهو he said that he will the night before. بص يا باشا أدي the night before أهي، كلام حلو خالص. the night before يعني كانت إيه؟ يعني كانت last night، ودام كانت last night يعني كانت ماضي بسيط. طب والماضي البسيط بيتحول لإيه؟ لماضي تام. فكأن أنا بشرح لك أهو أدي كلمة دالة ومعاها. أحمد asked me if I could lend. طبعا ده كلام صغير يحول كل ما هو متكلم إلى غائب لأنه تكلمنا على شخص إحنا. Number 13 my parents often ask me. شوف يا جماعة لما أقول play هنا، play ده إيه؟ play ده مصدر، يبقى أكيد لما أنا هاخد play المصدر دي هاخد إيه؟ هاخد not to play لأنه مستحيل بعد if، لا if لا that ولا if ولا whether هجيب وراهم الفعل فين في المصدر، فمؤكد هاخد ايه يا جماعة؟ هاخد not to play. not to play. Number 14 my elder sister warned me never. never دي بديل not، وبالتالي عاوز warn اها بص كده ادي warn وراها me ده مفعول، يبقى عاوزة ايه؟ to ومصدر، ودي never بديل not، يبقى هاخد ايه؟ to بس. Number 15 he advised me أكيد to take، ويبقى care of myself. مش معقول هيقول له اوعى أبدا ما تعتني بنفسك، لكن أقول قال له إيه؟ always أو always to take care of myself. يلا number 15 sorry number 16 a customer phoned and asked for some food. asked for ايه؟ for some food. طب عاوز ايه فيها؟ اولا انا لو قلت to يبقى انا عاوز ايه يا جماعه؟ عاوز المصدر. طب اللي بعد to ده لو عاوز ابنيه للمجهول يبقى to زائد be زائد past participle. يلا باشا على طول في النوتس بتاعتك اكتبها. يبقى لما اقول to ومصدر يبقى ده الاكتف بتاعها يعني المعلوم، ولما اقول بي وتصريف ثالث يبقى الباسف بتاعها، ولو عاوز انفي قبليهم هحط نقط ببساطه كده. يبقى and asked for some food. معقول الفود يسلم يوصل ولا الفود يوصل؟ يبقى اكيد هاخد شكل الباسف بتاعها to be delivered. اي حاجه يجي وراها مصدر في المجهول هجيب وراها بي وتصريف ثالث للفعل على طول. مبادئ معروفة ولاد. I told them that I told. شايفين؟ ادي told اهي، ونيفر هاخد ايه؟ guessed. همضي بقى. The visitor told the patient that he hoped. خلي بالك اصل دي مرتبطة بالازمنة يا جماعة. هي hope دي مش المفروض تاخد will والمصدر؟ طب لما مضى يبقى will هتحول الى ايه؟ الى would. Number 19 he left a note يعني ساب حاجة كتبها informing his family that he leave home early. طبعا تقول لي ما انا ما عنديش كلمة دالة على الزمن، اقول لك شوف السيكونس بتاع الجملة ده بيقول left وبعدين informing يعني ترك حاجة مبلغا أسرته إن هو كان يجب أن يغادر مبكرا، يبقى الوحيدة اللي ماشية في الماضي had to. Do you know they are going to build a new hospital in our neighborhood. neighborhood يعني في الحي بتاعنا. هل تعلم أن؟ طبعا هي ملهاش علاقة هنا إنه هو بدايركت واندايركت، لكن do you know that هل تعلم أن. 21 He was surprised to learn that his son dismissed from work. طبعا لما يقول dismissed from work ابعد عن verb to be لان انا عندي تصريف ثالث يعني الجمله مجهوله، مش هقول was been ولا is been، فهاخد ايه؟ هي كانت present perfect تحولت الى past perfect، او كانت past simple حولت الى past perfect، لانه الاثنين سواء كان مضارع تام او ماضي بسيط بيحولوا الاثنين لماضي تام. 22 he denied that.
شايفين؟ ادي denied اهي يعني انكر. تقول لي ما لسه فوق deny خدنا اي ان جي. حبيبي مفيش فاعل، يبقى الفعل وراها على طول لازق فيها اي ان جي. لكن denied ذات تمشي في سياقها عادي زي told و asked و wanted to know و said الى اخره. that he about the money. فطبعا لما قلت denied ماضي يبقى مؤكد هاخد had lied. 23 there was no doubt that يعني مما لا شك فيه أن the witnesses. خلي بالك لو في كلمات ظهرت معك في الجمل وانت مش عارفها witnesses يعني شهود the truth تبقى هاخد ايه؟ ايوه were telling الماضي طبعا. number 24 he wanted to know what within. اهو بص ما في جملة يعني مالهاش سبب في الاختيار. علة الاختيار ايه؟ زين دي كانت ناو وناو تاخد present continuous حول بقى فبقيت باست ايه continuous يبقى what I ايه I was doing. ولازم يبقى شكل الجملة شكل ايه يا جماعة؟ شكل خبري. شكل ايه؟ خبري. يبقى زين عشان زين خدت ماضي ايه؟ مستمر. he begged his mom him some more money. هو طبعا بيج دي من الافعال اللي بيجي وراها مفعول وايه وتو المصدر يبقى استعطف مامته انه تديله يبقى تو جيف. طبعا لو انا قلت تو بي جيفن يعني يعطى ده انا عندي الفاعل اللي هيدي هو مين؟ مادر. يلا بقى اللي بعديها. the doctor me not to eat too much junk food. يبقى هنا الدكتور ايه نصحني فهاخد ايه بقى؟ advised me. 27 the classmate reminded me. نفس الفكرة بس أكيد ذكرني أن أنسى ولا ألا أنسى. هي المفروض تو المصدر ولما فيها يبقى not to إيه not to إيه not to forget not to إيه not to forget. 28 the child said that his father at home. طبعا خلي بالك لما تلاقي حبيبي حرف جر حرف الجر ده هياخد قبليه فيرب تو بي فهقول wasn't عشان الجملة ماضي وفيها ست. اهو كده كأنك انت بتحل جمل وانت فاهم الرولز بتاعتها وحتى لو مش فاهمها دي بعدها لك. I asked my friend. هنا asked my friend what. طيب وبعدين المهم احنا متفقين ان وات هيجي وراها لازم فعل وفعل تركيبه خبريه. يبقى انا هبعد عن هذه وهبعد عن هذه. تمام؟ واجي بعد كده عندي هي had been doing وهي has been doing. حبيبي asked ودي we last met يبقى اخد هي had been doing. She told us that she busy the night before. the night before دي يعني last night يعني كانت ماضي بسيط حولها الماضي تام وبيزي دي صفة عشان كده تاخد had ايه had been. 31 she told me that she a film on TV زين. شايفين زين ديت يعني كانت مضارع مستمر خلاها ماضي مستمر فتبقى ايه يا جماعة was watching. 32 the players said that they determined to. عازمين انا اللي تجي منها كلمة determination فاخد بقى ايه player والست يبقى هاخد ايه هاخد where. 33 فلورا said just now. احنا قلنا لما يكون فعل القول مضارع او لو حتى مضاه وقال just now او a moment ago معناته انه الكلام يعني recently said that their flat painted next week. شوف خلي بالك بقى خلي بالكم يا شباب يا بتوع تالتة next week كلمة أصلية ولا محولة أصلية حبيبي ما يغيرش معاها الزمن. حتى لو قال هنا ست من غير just now هاخد على التنس ماركر فاخد ايه will have. number 34 أحمد says. أحمد يقول he like to be an engineer. خلي بالك خلي بالك خلي بالك ما فيش حاجة اسمها will like لكن هي تبقى ايه would like to. number 35 he apologized اعتذر يعني to the teacher for. بص apologized to وبعدين الشخص وبعدين for والشيء اللي اعتذر عنه.
and promised زي hope وزي offer اللي عدوا علينا من شوية، وزي warn يجي وراها to المصدر أو not to المصدر، يبقى not to do that again، ألا يفعل هذا مرة أخرى. 36 يلا بقى معايا. he wants to know what time. شايفين wants to know؟ يعني الجملة ماشية ايه؟ present. what time. طب what time هيجي وراها تركيبة خبرية أم استفهامية؟ خلاص ما احنا قلنا الكلمة الاستفهامية داخل الجملة رابط، يبقى هاخد أي ايه؟ أي جو. افهم كل حاجة وانت بتشتغل. لو انت ذكرت الكلام كله وجيت تحل مش عارف تحل، يبقى عندك إشكالية في الفهم بتاعك. 37 Helen wanted to know when هنا ايه؟ رابط. wanted هنا ماضي، يبقى هاخد ايه يا جماعة؟ when I started. يلا اللي بعديها 38 she asked me the meaning of the word. دي جملة فيها خداع. the word encyclopedia يعني دائرة معارف. طبعا كله هيجري ياخد وات. حبيبي وات يعني في فعل وفعل. ده the meaning of the word encyclopedia وسكت، كان قال the meaning of the word encyclopedia is a was، كان بيجي الجملة فيها فعل وفعل وبدلهم كان في السؤال، يبقى asked me about. number 39 she confess يعني يعترف زي admit كده، that she اعترفت أنها she thinks seriously، اعتذرت أنها هي ما كانتش واخدة الأمور بجدية، فأنا عاوز الجملة طبعا ماضي، فآخد أبطال hadn't taken. Many doctors have concluded that. كلمة have concluded يعني استنتجوا يعني الحدث تم يا جماعة. to skin cancer إنه السن بيرن اللي هو حرقة الشمس دي بسبب الشمس could lead to skin cancer. Can you confirm that the money confirm يعني يؤكد إنه الفلوس دي دفعت. طبعا تقول لي طب ما هنا اصل question mark. حبيبي question mark عشان الجمله بدأت كان، يبقى هاخد had been paid. 42 she decided that اشوف بقى السيكونس بتاع الزمن. decided that she take part in the competition. طبعا الوحيدة اللي تنفع هي wouldn't، مش معقول wasn't وراها take يعني مصدر، ما فيش حاجة اسمها verb to be يجي ورا مصدر. علي declared that he nothing about the problem. يبقى أنا هاخد إن هو ما كانش يعرف حاجة عن المشكلة، الماضي منه بنو. she dreamed that she to the moon in a rocket. طبعا she is flying طبعا كانت، فحولت عشان dreamed في الماضي فتبقى was flying. I expect the meeting at about 6 o'clock. يبقى I expect the meeting ده اللي هو الفاعل، يعني كانت I expect that the meeting، فطبعا هاخد يا جماعة will finish will finish. نكمل بقى. 46 when I was asked about the reason for being late عن سبب ان اتأخرت ليه I explained that I على طول تبقى تبقى had missed ماضي يمضي. 47 doctors fear that the disease. fear هنا معناته يخشى أن المرض ينتشر بسرعة، ففير مضارع، فهاخد معاها future. مش معقول هاخد spread، كان بيجي spread مثلا، مش هتنفع ان المرض يخشوا انه المرض سينتشر، يعني معناته future expectation يعني مخاوف مستقبلية. نكمل بقى. 48 the family woke up to find that the house يعني استيقظوا ليجدوا انه المنزل was flooded.
I believe that she back home on Friday. I believe يعني مضارع تبقى will be. عاوز اقول لكم بقى حاجة تكتبوها، خلي بالكم يا جماعة back دي لازم قبلها verb to be. The doctor assured me that I in pain during the operation. طبعا assured وقال لي مش هتشعر بألم، يعني كانت won't feel، فهتبقى ايه يا جماعة wouldn't feel. 51 she told the doctor that she a nasty headache since the previous day. طبعا since دل على مضارع تام حولت إلى ماضي تام، فتبقى had. She promised her teacher she wouldn't be late again. promised her teacher. تقول لي ما promise ينفع وراها مفعول وتو المصدر أو not تو المصدر. طب وإيه رأيك لو هنا جملة كاملة؟ يبقى هاخد مين؟ هاخد that. 53 the science teacher said the sun a renewable source of energy. لا تتغير الحقيقة بتغيير فعل القول، يعني فعل القول ماضي مضارع، الحقيقة تظل مضارع is. She asked her friend how long away from school. طبعا how long اهي زي ما بنقولوا على طول اها. يلا يا باشا قول الإجابة على طول، فاعل وفعل وأحول من مضارع إلى ماضي أو مستقبل يبقى المقابل ليه. She would. 55 I picked him. big برضه زي asked ورا مفعول تو مصدر، وزي promise وoffer والأفعال ديت. I picked him تبقى إيه يا جماعة؟ إنه يخبرني القصة مرة أخرى، يبقى هاخد to إيه؟ to tell. 56 he claimed that someone claimed يعني ماضي أهو، ماضي أهو، يبقى هاخد ايه؟ to kill him. طبعا هنا لو سترينج كان اوكي خدتها، ده مضارع ما ينفعش، يبقى هاخد ايه؟ هات رايت. انا بفكر بالطريقه اللي بتتحل بها الجمله ازاي. 57 she ordered her son his clothes to his room. ادي اوردر اهي وادي المفعول وتو الايه والمصدر، يبقى كده مدخل في الدايركت والاندايركت بقى مرتبط بالازمنه واستخدامات الافعال. 58 he me if I like the listening to rap music. يبقى اكيد ده سؤال مش كده؟ هتبقى هي ايه؟ he asked. يلا يا باشا يلا يا شباب. 59 he threatened me. threaten يعني ايه يا ولاد؟ يهدد. to tell the police and that he wouldn't overlook يعني مش هيتغاضى عن كده يعني. overlook يجب معنى يطل على، يبقى and ايه؟ said that. طبعا wondered بتاع الجملة استفهامية هي واسكت وتولد عاوزة مفعول. اديني بجاوبك عشان لو كنت حليت غلط. The president stated that a new conversation made concerning the borders. borders يعني الحدود. فالرئيس صرح انه في ميثاق جديد convention يعني ميثاق قانون يعني. تبقى هناخد ايه؟ نمضي هو في حاجة غيرها ماضي اصلا would be. The investigator المحقق asked me what when the accident happened. أكيد هتبقى إيه؟ كنت بعمل إيه؟ was doing عشان يبقى ماضي مستمر مرتبط بماضي بسيط. He said that already read most of the great classics. classic الكلاسيكيات يعني الأعمال الكلاسيكية of the English literature الأدب الإنجليش. تبقى شايفين read هنا؟ وفي already دي كانت مع مضارع تام لما حول خلاها ماضي تام. 63 she asked her husband the children were in the garden. شايفين asked يعني كانت اصلها جملة سؤال. وبعد كده the children were in the garden يعني بتسأل عما اذا كانوا الاطفال في الحديقة، فتبقى if. خلي بالك اللي بصيت على دي weather يعني طقس مش weather. He asked that was my shirt. يبقى he asked that was my shirt.
يبقى هو سأل عما إذا كان ذاك قميصي، يعني إذا كان ده القميص بتاعي ولا لأ. مش ذات هنا بتاع الجملة خبرية، ده ذات يعني this is my shirt. I regret. regret طبعا لو ندمان على حاجة حصلت فياخد saying، لكن لو هيندم على حاجة يعملها أو يقولها فيبقى to المصدر. بعدين بقى نشرحهم دول. زي told him that he angry as his father hadn't given him the money، يبقى قال إن هو must have been أكيد كان غضبان لأنه بابا ما اداهوش اللي كان عاوزه. 67 he said she wished. يا باشا خلي بالك خلي بالك خلي بالك من wish دي. شايفين wish ده هنا wish دي يا ولاد الزمن اللي وراها يبقى زي ما كان في الأول، يعني said دي لما دخلت عليه ما تغيرش حاجة منه، فيبقى she were. المهم I wish و if only. شوف الشرح بقى في أول جزئية الشرح في الفيديو، هتلاقي بقى شارح لك I wish و if only من الحاجات الشواذ في الاستخدام. 68 the students wanted to know when. هنا when بقى رابط، يبقى when the exam results، يبقى when they would know. محول لك يا باشا ماضي فهتبقى زي would know. طبعا will زي ما بصلهاش would زي ما بصلهاش. زي will ده مضارع، انا ببص على حاجتين، الزمن يتحول والجملة شكلها خبري مش استفهامي، يعني فاعل ثم فعل subject و verb. 69 they informed their grandpa that they him the week after. خلي بالك يعني the week after يعني next week، يعني كانت future، تبقى ناخد ايوه would visit. he told me it kind of me to help him with that technical problem. مشكلة كانت فنية يعني، فتبقى ملهاش حل غير انها تبقى was. The tourist he would stay in Egypt for 3 weeks. طبعا لو أسكت تبقى كانت جملة استفهامية، لكن دي جملة خبرية. ولو told خبرية بس عاوزة مفعول، لو informed خبرية بس عاوزة مفعول. كده 6. She said her daughter to be a nurse like her. طبعا wanted لأنه أفعال الرغبة والإرادة ما توضحش في زمن مستمر، ولا أنت ما تنفعش wanted عشان الجملة ماضي، ولا is wanting طبعا أساسا مرفوضة. 73 that he had gone to the cinema the day before. طبعا الوحيدة اللي تنفع تبقى 6. he says he would rather شأنها شأن I wish يا جماعة. اللي بعدها دايما ماضي، يا ماضي بسيط يا ماضي تام. ماضي بسيط لو الجملة الأصل بتاعها مضارع، وماضي تام لو الجملة كانت في الأصل ماضي بسيط، يبقى I didn't take. 75 they said while their lunch the police arrived. أكيد في حاجة قطعت الحدث، تبقى were having عشان التايم sequence. she said her work by 8 o'clock that night. هتبقى would have finished the future perfect طبعا، اللي هو هيكون خلص، يعني هيكون أنهى معناتها كده. 77 طهران اللي هي طهران يعني. stated ده يعني صرح بشكل رسمي زي declare كده that it gave up its nuclear activity اللي هو النشاط النووي، يعني إنها هي مش هتتخلى، وده مصدر فطبعا وضنت. 78 the teacher blamed me for being rather late and said that I come early the next time. شايفين blamed ده، وطبعا أنا المفروض إن أنا أعمل كده، هي المفروض am to فتحول إلى was to، يعني كان يجب أن يعني had to. The manager asked me if I speak any foreign language. يعني هو سألني قال لي can you، فتبقى تحول لماضي could.
Can you tell me when the next train to أسوان؟ طبعا can you tell me ملهاش علاقة بالدايركت والاندايركت، هي كده مزجوجة. leave that. He wants to know or not I'm good at using computers. تبقى طالما or not أبعد عن F أخد مين؟ whether. 82 the official statement said that the two armies being prepared يبقى were. 83 the advertisement said that the applicants اللي هم الكانديديتس المرشحين للوظائف call at the headquarters number for any information، يعني ممكن يتصلوا بمركز القيادة بالرقم في احتياجهم لأي معلومات. يبقى هاخد ايه يا جماعة؟ الإمكانية نفسها، يبقى could call. أحمد said he cricket since he was 15، يبقى أكيد الجملة فيها شكل إيه؟ فيها شكل ماضي، لأنه في عندي since فأكيد كانت مضارع تام يحول إلى ماضي تام أو تم مستمر، يعني ممكن كانت present perfect continuous تحول ل past perfect continuous had been practicing. The coach he felt very happy that his team had won. طبعا هنا شكل خبري، فين السؤال اللي كان فيها أصلا يعني. 86 the passerby asked the little girl she wanted to go، قال لها يعني أنت رايحة فين؟ where she wanted to go. 87 the teacher said that Rome the capital of Italy. طبعا هنا جملة facts يعني حقيقة لوقت ما، لكن fact تعتبر is. He says he wishes، نفس الحكاية wish would rather. يا باشا خلي بالك هنا بس تمر. بص كده في الجزئية دي، عاوز أقول لك بقى حاجة عليها، ومرة أخد لك برضو المتميزين بس أختصرهم لك لوحدي. بص كده لو أنت هتاخد إيه I wish، بص كده I wish أو إيه يا جماعة أو if only، I wish أو if only، باخد وراها لو أنا عندي future هي ليها 3 حالات. لو future مع I و we باخد could ومصدر، باخد could ومصدر. لو مع باقي الضمائر، مع باقي الضمائر بتاخد يا ولاد would ومصدر. يا ريت تكتبها ديت معايا لغاية ما نشرحها في فيديو جاي. لو كان قصد الجملة مضارع باخد بقى ماضي بسيط، ولو كان أصل الجملة ماضي بسيط باخد يا جماعة؟ باخد ماضي تام. ماضي تام، لأن المضارع بتاعها بيتمضى والماضي بتاعها بيتمضى تام، والإثبات بتاعها بيتنفي والنفي بتاعها بيثبت، والنفي بتاعها بيثبت. خلي بالكم مرة نفرد يعني ليها نخلي لها فيديو خاص بيها اشرحها لكم بالتفصيل كده. he says he wishes his friends. لما قلت tomorrow ما عنديش غير يا would يا could، يا would يا could. مع I و we هاخد could، مع باقي الضمائر هاخد would. هي طبعا هنا هي، فطبعا هتاخد يا جماعة؟ هتاخد would، هتاخد would. يا رب نكون فهمناها. نكمل بقى. 89 أحمد says بيقول he went to bed late. شايفين says لكن هنا went ماضي بسيط، الكلمة اللي زمانها الأصل معاها ما يحولهاش last night، حول الجملة وما حولش الكلمة الدالة تظل بزمنها الأصلي، كلمة أصلية مع الزمن الأصلي بتاعها ما بتنسى ماركر. 90s they said they many interesting things during their visit to فيوم. أنا ما عنديش حاجة ماضي غير so. The customer said that the mobile phone too expensive. مؤكد طبعا تبقى was، ما فيش حاجة اسمها هات مع صفة تقول لي ما هي ماضي، ما تنفعش. All of them agreed that it was a good idea to send a petition يعني التماس. Number 93 the salesman said that the car gets 9 pounds a kilo. طبعا دي أسعارها متغيرة يعني. When Fred said that his uncle for a long time، أكيد طبعا هو ما شافهوش والجملة ماضي تبقى hadn't
تبقى hadn't seen. تبقى hadn't ايه؟ hadn't seen. نكمل بقى. تبقى hadn't ايه؟ hadn't seen. يلا يا جماعة نمبر كام؟ نمبر 95. He said he played tennis as he hadn't put his racket with him. هناخد ايه يا جماعة؟ He said that he ما قدرش يلعب لأنه ما جابش معاه الراكت بتاعه المضرب، يعني تبقى couldn't يعني كانت قنص. She says she wishes برضه نفس الحكاية her exam. بس بص هنا الكلمة بقى تدل ايه؟ last year، يعني كان أصل الجملة ايه؟ ماضي بسيط، فأخذ مع وش ماضي ايه؟ ماضي تام، ولا فعل القول ليه قيمة مع وش دي خالص خالص. لو انت لقيت كلمة دل على الماضي مع وش خد ماضي تام، حتى في فعل قول ومحولة indirect ما تفرقش معانا. لو كان now باخد ماضي بسيط. He asked me what to do for that awful situation. طبعا انا كان المفروض اعمل ايه؟ ده سؤال، ده شكل سؤال. I have ده مضارع، انا عاوز فعل وفعل وتبقى الجملة ايه؟ ماضي by had. Zahari said I to Germany next month. طبعا لما يقول next month يبقى ده حاجة تعبر عن الفيوتشر، كلمة ده اللي ما غيرهاش، فياخد I am traveling مضارع مستمر يعبر عن المستقبل في الترتيبات. 99 he asked me if what I had to do at the time. يبقى asked me if عما إذا كنت أعرف يعني if I knew. She had never traveled outside England. تبقى she لو inform عاوزة مفعول، لو told عاوزة مفعول، wanted to know بتاع الجملة استفهامية ودي شكل خبري. الوحيدة اللي ما بيجيش وراها مفعول في الجملة الخبرية هي هي said. ده كده يا جماعة 100 جملة اللي على الدايركت والاندايركت بالافكار اللي فيهم. انتظروا فيديو بعد ده هعمل لك بقى اشرح تاني وراجع يونت 2 تاني كاملة في الدايركت والاندايركت سبيتش.